السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم اسرع طريقة عمل صينية بطاطس في الفرن، طريقة سهلة جدا وسريعة بجد. لو جالك ضيوف وعايزة تعملي اسرع صينية بطاطس، الطريقة دي هتكون مناسبة جدا وسهلة. حتى لو مستعجلة في ثواني جدا هتعملي اسرع صينية بطاطس. خليكي معايا للنهاية. بس اهم حاجة وحضرتك جديدة معايا في القناة، اوعي تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل لكل فيديو جديد انا بقدمه. وكمان اتمنى ان انت تديني لايك للفيديو. هنا نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هقطع البصل بتاعي شرايح زي ما انتم شايفين. كل الخضروات بتاعتي النهارده هقطعها شرايح زي ما انتم هتشوفوا معايا في الفيديو. وكمان ممكن تضيفوا فلفل الوان للوصفه، بس انا ما كانش متاح عند الوقت في الوقت ده. قطعت البصل بتاعي وقطعت الفلفل وقطعت الطماطم وقطعت كمان البطاطس. طبعا الكميه المناسبه ليكم انتوا بتعملوها. الكميه دي كفت معايا مقدار صينيتين. اتنين من الصينيه عملت صينيتين بطاطس زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو. وبعد كده انا كنت مقشره البطاطس وحط غسلها كويس جدا ومقطعاها شرايح وحطها في ميه بملح يا دوبك 10 دقايق عشان البطاطس برضو ما تكون الملح بتاعها مظبوط لما تيجي تتعمل في الصينيه. لان انا مش هعملها زي الطريقه التقليديه بتاعتنا، لا هعملها بطريقه تاني زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. زي ما قلت لكم انا قطعت كل الخضروات بتاعت شرايح، بس ما عدا البطاطس قطعتها شرايح وحطيتها في ميه في الملح عشان تاخد الملح المظبوط بتاعها. وبعد كده هبدأ اللي انا احط عليها نص معلقة من الثوم المفروم او اللي انت بتدوقيه على حسب الطريقة اللي انت بتعملي بيها الثوم عندك. بس هنا طبعا انا كنت عم دقاه في الهون الطريقة التقليدية الشعبية اللي زي اي طريقة. زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو نص معلقة من الثوم. وبعد كده هقلب كله مع بعضه. بس في حاجة كمان ما جاتش في الفيديو. انا رشيت رشة ملح ورشة فلفل اسمر. وبعد كده هقلب الخضروات بتاعتي كلها مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا في الفيديو. بعد كده هبدأ اجيب الصواني اللي انا هحط فيها البطاطس بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا هبدأ بالبصل الاول ارصه في الصينية بتاعتي، لان البصل بيبقى برضو بيتحمل السوى عن البطاطس وعن الطماطم والفلفل. وزي ما وضحت لكم لو حابين تضيفوا فلفل احمر كمان برضو هيدي طعم لصينيه البطاطس. كل مكون انت بتضيفيه بيدي طعم للوصفه بتاعتك او الاكله بتاعتك. زي ما انتوا شايفين انا رصيت كده البصل وبعد كده هبدا ارص الطماطم، بعد كده الفلفل، بعد كده البطاطس، لان البطاطس اسرع حاجه بتستوي. فانا لو حطيتها في الصينيه من تحت هتتهري معايا وهتستوي اسرع من الخضروات الباقيه. بجد الوصفه دي جميله جدا، ويعني كل اولادك ويعني في بعض الاشخاص بتاكلوا بطاطس بس الوصفه اللي انا هقولها لكم النهارده ان شاء الله هتاخدوا كل الخضروات لانها طريقه سهله جدا وخفيفه على المعده يعني كمان سريعه على الهضم. تتهضم بسرعه معاكي لان انا مش هسبكها، هتبقى خفيفه جدا معايا. زي ما انتوا شايفين انا كده رصيت كل الخضروات بتاعتي اللي هو البصل، وبعد كده رصيت الفلفل، بعد كده رصيت الطماطم. انا اسفه رصيت الطماطم وبعد كده الفلفل، بعد كده البطاطس زي ما انتوا كده شايفين معايا بالظبط في الفيديو. وبتعتبر يعني الوصفه بتاعتي بتعتبر كانك هتعملها ني في ني من غير تسبيكه. بس انا هضيف على يعني على الوصفه الني في ني حاجه هتعرفوها معايا في الحلقه واحنا ماشيين مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا كده رصيت الخضروات بتاعتي البصل والطماطم والفلفل والبطاطس. هنا بقى هبقى عصير الطماطم معايا عصرة شفشق من عصير الطماطم ومصفياه كويس جدا. وبعد كده حطيت معايا كوبايتين من الشوربة ومعايا مكعب من الماجي او المرقة الفورية زي ما انتوا شايفين، وملح وفلفل اسمر وكزبرة وتوم باودر وبابريكا ونص معلقة صغيرة من السكر عشان تعادل نسبة الحدوقة في الطماطم.
وبعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هبدأ اضيف في الخليط السائل بتاعي اللي انا عملته من الشوربة ومن عصير الطماطم على صينية البطاطس بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين انا كده هزيت الصينية بتاعتي عشان السوائل كلها اتأكد ان هي دخلت في يعني اتوزعت على كل الصينية. وزي ما انتوا شايفين انا زي ما وضحت لكم في اول الفيديو، الكمية اللي انا عاملاها دي كفت معايا صينيتين من البطاطس. واول ما بتغلي البطاطس معايا ببدأ ان انا اكون مسخنة الفرن يعني قبليها، وبعد كده اول ما بتغلي معايا صينيتين صينية البطاطس بعد كده هحطها في الفرن. وبعد ما بتختبري طبعا واحدة او ما بتستوي بتبدأي انت تطلعيها من الفرن وكلوها بقى بألف هنا والشفا. بجد طعمها لذيذ جدا وسهلة وسريعة ومش هتاخد معاكم وقت خالص، وطعمها كمان خفيف جدا، يعني مختلفة كمان عن البطاطس اللي احنا بنعملها التقليدية اللي احنا بنسبك لها القوطة وبعد كده نضيف لها البطاطس. لا، الطريقة دي سهلة جدا وكل الخضروات هتلاقيها طعمها لذيذ جدا وكمان هتحبيه. اسم قناتي كان ايمان عرفة. اتمنى تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك للفيديو.